عندك مشكله مع كلمات الانجليش؟ بتحفظ كلمات كتير وبتنسى، مش عارف احفظ كلمات ازاي، كل ما احفظ بنسى. لو عندك مشكله مع الانجليش عموما فالفيديو ده ليك. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم ازاي نحفظ كلمات الانجليش بكل سهوله، وازاي ما ننساهاش على قد ما نقدر. يعني مش هقول لكم خلطه سحريه كده ما تخليكوش تنسوا، لا انتوا اكيد تنسوا، لان طبيعي فكره النسيان ده طبيعي جدا، وطبيعي ان ننسى، بس النسيان بحدود. يعني انت بتحفظ كل الكلمات، هل بتنسى كل الكلمات اللي انت حفظتها؟ لو كده يبقى انت ما كنتش بتركز، يبقى انت مثلا مش سرحان في حاجه، يا اما انت مثلا بتحفظ كمان بطريقه غلط. فالفيديو ده بقى هقول لكم ازاي نحفظ الكلمات بطريقه صحيحه 100%. فتابعوا الفيديو للنهايه. اول خطوه معانا وهي لازم ان انا اصفي الكلمات. يعني ايه؟ يعني انا لو شخص كنت بحفظ الكلمات السنين اللي فاتت وكنت ملتزمه وكنتش براكم، يعني مثلا كنت في اولى ثانوي بحفظ الكلمات، تانية ثانوي بحفظ الكلمات، فاكيد لازم الاقي كلمات وردت عليا قبل كده. يعني وانا بحفظ الكلمات فاكيد انا شفت الكلمه دي قبل كده، الكلمه دي خدتها السنه اللي فاتت، الكلمه دي خدتها اليونت اللي فات. الكلمات بتتعاد بعضها، الكلمات بتفضل تعيد وتزيد، يعني الكلمات بتتكرر يعني. فالكلمات اللي انا عارفاها خلاص اكبر دماغي منها، يعني اعديها وانا كده كده عارفاها. فركز اكتر على الكلمات اللي انا مش عارفاها، بحيث ان انا يعني اسهل الدنيا على نفسي، واشوف في الكتاب انا عامله صح على اللي عارفاه وسايبه مسافه، او سايبه مثلا ومش عامله صح على اللي انا مش عارفاه، فاحفظ اللي انا مش عارفاه واركز عليه اكتر. تمام، اعمل عليه فوكس اكتر، يعني اركز عليه اكتر بحيث ان انا اديله اهميه اكتر من الكلمات اللي انا عارفاها كده كده. تاني خطوه ان انا لازم ابدا اقسم الكلمات. يا جماعه مفيش حد يحفظ، او مفيش حد طبيعي هيحفظ كل الكلمات وعايز كمان يستوعبهم كلهم او يفتكرهم كلهم، ده مستحيل. حتى لو كنت مركز او كنت مدي اليوم كله انجليش مش هينفع. لازم اقسم الكلمات. انا عندي كم معين في الحفظ ما يتحفظش مره واحده، ما هو طبيعي هبقى حافظاه في اليوم ده، بس هاجي بكره حرفيا بجد هتلاقي نفسك ناسي كل الكلمات. فلازم اقسم الكلمات. يعني النهارده 10، بكره 10، بعده 10، لحد ميعاد الدرس. انا مثلا خدت كلمات النهارده يوم السبت، اسمعها افضل اقسمها او افضل اجزئها لحد يوم السبت اللي جاي. فاهمين؟ فلحد ميعاد الدرس اكون انا خلاص فنشت او خلصت كل اليونت الكلمات اللي فيه. الخطوه بقى دي شوف انت عملت فيها ايه. انت قسمت الكلمات، يعني ما ضغطتش على نفسك وحفظت الكلمات كلها مره واحده، لا انت قسمتهم كل يوم شويه، وفي نفس الوقت ذاكرت انجليش كل يوم. فانت كل يوم بتفتح الانجليزي مش بتتنسي، وبتعيد على الكلمات في نفس الوقت. يعني اول رزمه 10 كلمات دي شوف انت يا حد يوم السبت الجاي انت عدتها كام مره، حرفيا طول ايام الاسبوع كلها عمال تعيد كل يوم وتحفظ في جديد، فده حلو جدا. وفي نفس الوقت انت ذاكرت مواد تانية برضو، انت اديت لمواد تانية اهميه وسبت ليها فراغ برضو في اليوم اللي انت تقدر تذاكرها. فبجد فكره التقسيم ده مهمه جدا جدا جدا. لو انت فعلا مش عايز تنسى الكلمات فقسم الكلمات. تالت حاجه بقى بدايه حفظ الكلمه ذات نفسها، لازم اكون عارفه نطقها. في ناس كتير قوي ممكن تحفظ الكلمه وهي مش عارفه تنطقها اصلا، فطبعا ده غلط. ازاي انا احفظ حاجه انا مش عارفه انطقها؟ طبيعي لازم اكون عارفه نطقها. حتى لو كنت مثلا المستر نطقها مره واحده كده وانا خايفه عشان انساها، وانا في الدرس في نفس الوقت اكتب كلمه او اكتب نطقها بالعربي جنبها، عادي جدا على فكره. اكتب نطقها بالعربي، حتى هتقولوا لي ما هو ده انجليش ازاي ادخل فيه عربي؟ عادي، المهم ان انا بتعلم في الاخر، ومهم ان انا عايزه اعرف نطق الكلمه دي وانطقها صح بعد كده. لو نسيتها، نفترض نسيتها، في تطبيقات كتير قوي بتنطق الكلمات. تمام، فلازم اكون عارفه نطق الكلمه اللي انا بحفظها. النقطه اللي بعديها لازم اكون عارفه معناها بالعربي. في كلمات كتير قوي ساعات المعنى العربي بتاعها بيكون غامض شويه او مش مفهوم. يعني مثلا زي كلمه اسمها فود باك، كنا واخدينها في اولى ثانوي، معناها الرجعه الغذائيه. تمام، فيعني ايه كلمه رجعه غذائيه؟ مش فاهماها صح؟ فمش عارفه احفظها. لازم اكون فاهمه معناها بالعربي كويس جدا 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 جدا. النقطه اللي بعدها والاهم على الاطلاق، حرفيا اهم نقطه قصدي نقطه في الفيديو كله، وهي ان انا لازم احفظ بالورقه والقلم. مفيش حاجه اسمها حفظ بالعين، ان انا اعدي عليها كده بعيني، ما ينفعش. لازم اكون حافظاها بالورقه والقلم، واعيد وازيد، او الكلمه انزل، يعني مش لازم عمود كامل يعني زي ما كنا بنعمل في ابتدائي، بس يعني حتى على الاقل 5 مرات. تمام، وسمعها طبعا عن غيب والكلام ده كله هنا عارفينه. فلازم حفظ بورقه وقلم، لازم اشغل حواسي الخمسه كلهم حرفيا. لازم انا وانا بحفظ بورقه وقلم بكتب، فايدي بتثبت المعلومه، الكتابه اصلا عامه بتثبت المعلومه، وعيني بتشوفها وبقراها. تمام، بقراها بعيني يعني، وودني بتسمع النطق بتاعها وانا بقراها بصوتي. فاهمين؟ فكده بيثبت المعلومه جدا. الخطوه اللي بعد كده وهي مهمه جدا جدا جدا، وهي اني اكرر الكلمه دي على فترات زمنيه متباعده. يعني ما افضلش انا حفظتها الظهر، حفظت شويه كلمات الظهر، ما اجيش على العصر واسمعها، ما اجيش على المغرب واسمعها، ما اجيش على العشاء واسمعها،
ما انا كده كده حافظاها في اليوم واكيد هبقى فاكراها، لا انا هسمعها بكره، اسمعها بعده، زي ما قلتها فكره التقسيم يعني. وانا بقسم الكلمات فانا اسمع الكلمات على فترات زمنيه متباعده، ده هيثبت المعلومه اكتر. تمام. فكره اصلا ان انا اسمع الحاجه دي على فترات زمنيه متباعده دي بتثبت المعلومه ذات نفسها. اخر حاجه، لو كلمه صعبه فانت ممكن تحطها في جمله عشان تثبت المعلومه اكتر. تمام. مش كل الكلمات طبعا، انما اكيد مش هنكون فاضيين، بس لو في كلمه صعبه قوي يعني حطوها في جمله وشوفوا الجمله تبقى عامله ازاي فيها، وممكن تثبت المعلومه. كمان خطوه، لو انتوا بتنسوا الكلمه وعايزين تثبتوها اكتر او خايفين من الكلمه دي عشان تنسوها، قولوها لحد. يعني دايما ان انا اشرح لحد دي فكره رهيبه جدا، يعني بتثبت المعلومه جدا 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 جدا. لما انا اجي اشرح لحد حاجه معينه فدي بتثبت اصلا المعلومه ليا. تمام. غير انها بتفيده. انا بقى لو في كلمه خايفه انساها، اروح اقولها لاهلي، اقولها لاخواتي، اسالها لهم، اقول لهم مثلا انتوا عارفين معنى الكلمه دي؟ هيقولوا لا، فانا اقوم اقول معناها. فاهمين؟ فده هيثبت المعلومه بشكل فظيع جدا يعني، وحاجه حلوه. تمام. فان انا اقول المعلومه دي حاجه مهمه. حاجه عايزه اقولها، كفايه اصلا ان ربنا شايفك وانت بتحاول، وطول ما انت بتسعى وبتحاول فما تقلقش جدا، واعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا. ايا كانت الظروف ايه، ايا كان الاحوال ايه، ايا كانت المنهج عامله ازاي فبجد فعلا سيبوا كل اموركم على ربنا، وركزوا اكتر على شغلكم، ما تركزوش على النتيجه. النتيجه تيجي زي ما تيجي، المهم ان انا ابقى شغلي على ضمير، وان انا اكون راضي عنه. اهم حاجه، اهم حاجه الرضا ده ماشي. فبس كده الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم. اشوفكم في فيديوهات تانية جديده. سلام.